بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أساتذتي وزملائي الكرام، أساتذة مادة اللغة العربية في الطور الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أطل عليكم من خلال هذه القناة التعليمية الجديدة التي ارتأيت أن تكون فضاء راقيا يجمع بين الأستاذ والتلميذ، ويعيد لمادة اللغة العربية مكانتها التي تليق بها. أنا مثلكم أستاذة أعمل في التعليم الثانوي منذ سنوات، شهدت من خلالها ما يعيشه الأستاذ من تحديات، وما يواجه التلميذ من صعوبات، وما يحتاجه الميدان التربوي من تطوير وتجديد. في البداية أردت تقديم كلمة لأساتذة مادة اللغة العربية، وهذا احتراما مني للمهنة وللزملاء ولتبادل الخبرات والتجارب التعليمية، باعتبار أن قناتي هي مشروع تربوي متكامل يخدم التلميذ والأستاذ معا. وهذه مجموعة من نصائح مني ومن زملائي أقدمها إلى الأساتذة الجدد وحتى الأساتذة القدامى، ربما يستفيدون منها. أهم نصيحة أقدمها للأستاذ الجديد هي فهم المادة جيدا، فهم المادة جيدا، حيث أن مادة اللغة العربية لا تعتمد إطلاقا على الحفظ، وإنما مثلها مثل بقية المواد تعتمد على الفهم الجيد. كما أوصي زملائي أنه في عملية التحضير يجب الاعتماد على المصادر المتنوعة من كتب ومراجع يستعين بها في تحضير الدروس. كما أشير أن في عملية تحضير الدرس يجب التركيز على أهداف الدرس، حيث أن لكل درس أهداف خاصة به. كما أريد أن أنوه أن في عملية تحضير الدروس القواعد اللغة العربية لا بد من الاعتماد على المقاربة النصية للأمثلة، حيث أن لكل درس في القواعد لا بد من الرجوع إلى النص الأدبي أو النص التواصلي لاستخراج الأمثلة الخاصة بذلك الدرس، سواء في القواعد أو في البلاغة أو في العروض. كما ينبغي الإشارة إلى ضرورة كتابة المذكرة التربوية في السنوات الأولى من العمل بخط اليد أفضل من استعمال الحاسوب، فهذا يساعد الأستاذ الجديد في عملية التحضير الجيد. فبعملية التحضير الجيد يمكنه تقديم درس جيد. كما أن الاحتكاك بأساتذة المادة الواحدة يعتبر مؤشرا على زيادة كفاءتك في عملية التدريس. وبالحديث عن الاحتكاك بأساتذة المادة الواحدة أود الإشارة إلى ضرورة الحضور إلى الجلسات التنسيقية والندوات الداخلية، فهي تساعد كثيرا على تحسين مستوى الأستاذ الجديد. وبضرورة الاتصال بالمفتش للاستفسار، لأن المفتش هو موجه، فالأفضل أن أستفيد منه لا أن أخاف منه. كما يعتمد الأستاذ الجديد على كراس التكوين من خلال تسجيل الندوات الداخلية والجلسات التنسيقية وذكر ما استفاد منها. ولا يفوتني أن أقدم رسالة قيمة لأساتذة المادة، وهي ضرورة الكتابة اليومية في دفتر النصوص حتى لا تتراكم الدروس. كما يجب
وضع دفتر للتنقيط أضع فيه علامات التلاميذ سواء ما تعلق بعلامة التقويم أو الفروض أو الاختبار، فهو دفتر للتنظيم الجيد ومساعد جيد للأستاذ. وفي خضم الحديث عن التقويم أود أن أنوه إلى أن علامة التقويم لا علاقة لها بنقطة الفروض والاختبار، بل هي علامة يضعها الأستاذ، لها علاقة بالمشاركة في القسم وإحضار الكتاب المدرسي وتحضير الدروس بالنسبة للتلميذ، بالإضافة إلى سلوك التلميذ داخل القسم وكثرة الغيابات وما إلى ذلك. وأنصح أيضا زملائي الأساتذة الجدد بتجربة إعداد الأسئلة، فلا يعتمدوا فقط على أسئلة التواصل الاجتماعي أو أن يعتمد على أسئلة الأساتذة القدامى على أساس أنه جديد وهكذا، بل عليه تجربة إعداد الأسئلة. وأنصحه أيضا بتجربة تدريس جميع المستويات دون استثناء، وهذا لزيادة معرفته ولزيادة ثقته بنفسه. وأنصح زملائي القدامى السماح لبقية الأساتذة بتجربة تدريس الأقسام النهائية خاصة قسم البكالوريا، وعدم احتكار المنصب وتصغير من حجم الزملاء الجدد. وأشير أيضا إلى ضرورة وضع نقطة للمشاريع ومادة التعبير الكتابي وعدم إهمال هذه الحصص وضرورة تصحيحها، فهي مهمة بالنسبة للمتعلم، بالإضافة إلى وضع نقطة لدرس المطالعة، فالمطالعة مهمة جدا، وعلى الأستاذ أن ينبه إلى أن لا ضرورة وضع علامة لهذه المادة. كما أن الاهتمام بالتعبير الكتابي وإنجاز المشاريع يعتبر مساحة عند بعض التلاميذ للإبداع وتفجير الطاقات المختلفة. وعلى الأستاذ أيضا الابتعاد عن الروتين في تقديم الدرس من خلال التجديد في كل حصة، فمرة يطلب من تلامذته مساعدته في تقديم الدرس من خلال الصعود إلى السبورة وتقديم الدرس معه، ومرة أخرى يطلب منهم تقديم أمثلة متنوعة، وفي كل مرة يجدد ويغير حتى يبعث الحماس في القسم. وعلى الأستاذ أيضا مراقبة تحضير التلاميذ لدروسهم وإنجاز نشاطاتهم حتى يشعر التلميذ أنه مراقب فلا يهمل دروسه. أختم القول: إن رسالتنا التربوية أكبر من درس أو امتحان، إنها بناء إنسان، وكل إنسان نزرع فيه حب اللغة، نزرع فيه حب الوطن والفكر والجمال. مرحبا بكم ومرحبا بمقترحاتكم وآرائكم ومساهماتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل الدروس والمستجدات. دمتم أوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.